السلام عليكم. راح أعلمكم شلون تربطون الداتا شو بالإضافة إلى بوينتر بالآيباد، عمود تعرضون ما موجود بالآيباد على الداتا شو الكبيرة. طبعا نحتاج بس شغلتين، ألا وهو بوينتر ووصلة. طبعا هاي أحسن ما تجيبون حاسبة ثقيلة الوزن وتجرجرون بيها وين ما تروحون على مود فقط عرض. طبعا هاي شغلة مو بس بالايباد، تقدر حتى بالموبايل يصير عادي، يعني نربط الوصلة بالموبايل. طبعا الوصلة مالتي هاي طبعا تايب سي، وهاي هنا بيها المنافذ الخاصة بيها. طبعا احنا راح نحتاج بالربط بس يو اس بي واحد، وكذلك منفذ ال HDMI عم نربط الداتا شو. تمام. طبعا هذا البوينتر من شركة بيسوس، هاي الكرتونة مالته. طبعا شركة بيسوس غنية عن التعريف، من أفضل الشركات بإنتاج الإلكترونيات. طبعا إيش حاطينها شركة بيسوس؟ يعني شركة متطورة. حاطينها هاي الوصلة مال البوينتر عمود نربطها. طبعا حاطين خيارين نقدر نختار، يا اما يو اس بي، طبعا هو راح نختاره هنا عم نربطه هنا، هاي هنا نربطه باليو اس بي، او بالاضافه الى حاط لك منفذ تايب سي. خاف انه اللابتوب، عندك لابتوب او في جهاز، واللابتوبات الحديثة خاصة مال أبل، الماك بوك وباقي الشركات بعد ودعوا منفذ اليو اس بي، كله بعد يستخدمون منفذ تايب سي. تمام. هسه شو نسوي؟ هاي الوصلة مال بوينتر نربطها بالوصلة الرئيسية مالتنا، هاي ربطناها. وراح نربط الوصلة مالتنا بالايباد. طبعا الايباد مالتي ايباد برو، ويكون المنفذ مالته تايب سي. هسه راح اربطه، الربط حتى طلعت اشارة بالايباد انه اكو فد وصلة ربطت. هذا عندي البوينتر ان شاء الله هون اشتغل. هذا هنا مالته الليزر شغل ما بيه شي. طبعا فد ملاحظة اريد اقول لكم اياها، اذا عندكم تريدون تعرضون فشي، ما تقدرون تعرضون الا من خلال تطبيق الباوربوينت. هذا تطبيق الباوربوينت، هذا تطبيق الباوربوينت، بس من خلال تطبيق الباوربوينت تقدرون تستخدمون البوينتر، الا باقي التطبيقات كلها ما يشتغلن، مثل الجود نوتس، البي دي اف اكسبرت، نوتابيلتي، اي تطبيق اخر ما يشتغل، بس تطبيق الباوربوينت. عندنا المحاضرة منزليها بالتطبيق الباوربوينت. هسه عندي هاي محاضرة على سبيل المثال، شوف نقدر نقلب ونأشر للطلاب وطبيعية. بس إذا أريد يعني نسوي عرض كامل، بس هاي المثلث اللي هنا ندوسه صار عرض كامل للشاشة، نقدر نقلب بصورة طبيعية. وهاي نقدر نرجع. تمام. طبعا هذا عندي ربطته بالايباد، بس اي جهاز ثاني تايب سي هم يشتغل طبيعي. مثلا عندك ايفون 15، الايفون 15 الجديد يحتوي على منفذ تايب سي، وتقدر تربط هاي الوصلة بيه. موبايلات السامسونج كلها تحتوي على سي، موبايلات هواتف الاونر وهاي الشركات كلها الجديدة كلها ترهم عليها يعني الوصلة. بس عندك الموبايلات مثل ايفون 14، يعني هو 14 والسلسلة مالته 14 العادي، 14 بلس، 14 برو ماكس، 14 برو، يحتوي على منفذ لايتنينج. يعني هسه مو الوصلة مالتي تايب سي، عفوا تايب سي، هو اصلا يحتوي الايفون 14 على لايتنينج، فما يصير اربطها. وطبعا انا بالسوق ما شفت اكو فد وصلة انه لايتنينج وتحتوي على HDMI و USB. أنا شفت إنه بالوكالة بالموزع الرسمي مال أبل الموجود يمنا، أو حتى يعني مو إلا موزع رسمي، أي محل عادي شو اسمه عندهم أوكي عندهم لايتنينج
وعندهم يعني هي الوصلة مالتهم بيها HDMI بس ما بيها USB، بيها لايتنينج لاغ. انا ما اقدر اربط هاي الوصلة مالتي بلايتنينج. تمام، وهاي تقدرون تعرضونه بشكل طبيعي وماكو اي خلل. شكرا.